ثالث نوع من القطات وهو الجي كات. الجي كات والال كات يعتبروا الاثنين من نفس النوع، بس الفرق ان الجي كات هو عكس الال كات. الجي كات معناه ان صوت المشهد ب اللي هو المشهد الثاني هيبدا قبل ظهور المشهد ب نفسه. ممكن مثلا لو مشهد فلاش باك للشخصيه، فممكن نخلي صوت مشهد الفلاش باك يظهر من قبل ما المشهد نفسه يبتدي، فده يدي لك ايحاء ان الشخصيه قاعده بتفتكر. ممكن برضو استعملها عادي في ان انا اخلي كات تبقى ناعمه شويه. وخلي بالك ان الجي كات والال كات ممكن يستعملوا مثلا في مشهد حديث بين شخصين. لو المشهد عباره ان اتنين قاعدين كل واحد قاعد في كادر منفصل عن التاني وعايز انقل ما بينهم، فانا ممكن انقل ما بينهم بالجي كات والال كات، كاني مثلا قاعد ساكت واللي قدامي قاعد بيتكلم، فانا قاعد مستمع ليه، فانا وشي اللي ظاهر وصوته اللي مسموع. ونفس الكلام في العكس، ممكن عادي برضو يتعمل جامب كات كل وش شخصيه وهو بيبدا يتكلم، ده هيوصل معنى وده هيوصل معنى تاني. خلي بالك هو مفيش صح وغلط، فرق كله انت عايز توصل